نهاية رحلة أسامة أبو علي مع النادي الأهلي. صلي على النبي وتعالى أحكي لك الحكاية. من الواضح عزيزي المشجع الكروي الجميل إن رحلة أسامة أبو علي مع النادي الأهلي اقتربت للنهاية، وده بعد ما أعلن موقع كرة بلس إن النادي الأهلي وصل له عرض رسمي من نادي الريان القطري لضم أسامة أبو علي مقابل مبلغ 12 مليون دولار، ولحد وقتنا هذا لم يتم انهاء الاتفاقات مع النادي الاهلي. واكد موقع كرة بلس ان نادي الريان القطري انهى كافة الاتفاقات المالية مع وكيل وسام ابو علي، وباقي انهاء تفاصيل العقد مع النادي الاهلي، وما زالت المفاوضات مستمرة، فيما معناه ان اسامه ابو علي ووكيله رسميا اعلنوا موافقتهم انضمامهم لنادي الريان القطري، ولكن لسه المفاوضات مستمرة مع النادي الاهلي علشان يوصلوا لاعلى عرض مالي ممكن. العرض اللي موجود حاليا على الترابيزة مقابل 12 مليون دولار، ولكن في مفاوضات ان النادي الاهلي يزود العرض ده الى 15 او 20 مليون دولار. وفي هذه الحاله عايزين مشجع الكروي الجميل، مش هقول لك اسامه ابو علي يقعد، ولكن يروح يا باشا مع السلامه، لان النادي الاهلي في اخبار شبه رسميه انه حاليا بيفاوض مصطفى محمد. وطالما النادي الاهلي بيفاوض مصطفى محمد، يبقى النادي الاهلي اصبحت لديه النيه ان هو يستغنى عن وسام ابو علي. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف مع بعض الفتره اللي جايه. ما تنساش تعمل اللايك والفولو، دعم لحبيب اخوك محمد محسن علشان خاطر تشوف كل جديد مع اخوك محمد محسن. سلام يا ريس.